التقط أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة مقطع فيديو بكاميرا هاتفه قبل توان من تحطم الطائرة واندلاع النيران فيها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 72 شخصا. وظهر أحد الركاب مبتسما وهو يلتقط مشاهد من داخل الطائرة وخارجها، وذلك قبل أن تتحطم الطائرة وتظهر ألسنة اللهب في الثواني الأخيرة من المقطع. إلى هذا أكدت شركة ييتي للطيران في النيبال مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال 3 عقود. وصرح مسؤول الشرطة إيكي شيتريان 31 جثة نقلت إلى المستشفيات، ومضيفا أنه لا زالت هناك 36 جثة في الوادي الذي يبلغ عمقه 300 متر حيث سقطت الطائرة. وأكد الجيش ذلك جزئيا إذ أفاد متحدث باسمه بأنه تم انتشال 29 جثة، وبأنه لا تزال هناك 33 جثة أخرى في مكان تحطم الطائرة التي كانت تقل 72 شخصا. وتحطمت الطائرة القادمة من العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأحد بالقرب من المطار المحلي في بوخارا في وسط النيبال، حيث كان من المقرر أن تهبط.